السلام عليكم متابعين صحيفة خليج الديرة. معكم طبعا المخرج فراس الحساوي، مخرج فيلم الرعب الفيديوهات الغامضة. طبعا أحداث الفيلم تدور طبعا في إطار رعب وتشويق عن قضية اختفاء 4 أولاد مشاهد في ظروف غامضة، اللي هم نايف ويوسف وريان وماجد. هم 4 شباب اختفوا في ظروف غامضة في المنطقة الشرقية، وقرر انه يدخل. طبعا قرر انه يحاول صديقهم عبد الله في البحث عنهم والبحث عن فيديوهات مصورة انها تثبت حقيقة اختفائهم، يعني ايش قصتهم بالضبط. ويحاول عبد الله ان يتواصل مع الاشخاص القريبين منهم، يحاول يتوصل لاشياء يعني. فقرر انه يتواصل مع مايكل المونتير اللي كان يتعامل مع نايف سابقا في احداث الفيلم، وانه يتوصل لفيديوهات. وطبعا خلال مغامرتهم طبعا عبد الله ومايكل هم يحاولون يتوصلون لاشياء، شوي تصير لهم مشاكل وايضا تعترض لطريقهم اشياء غريبة، يعني شوي الموضوع ينتقل الى يعني مسار مختلف جدا ما حد راح يتوقعه. انا متأكد ان الناس لما بتشوف نهاية الفيلم ما راح تتوقع النهاية ابدا، وانا متأكد ان كل الناس المحبين لافلام التشويق والاثارة والرعب وهذه الامور والجرائم ايضا يعني راح يتحمسون انهم راح يشوفون هذا الفيلم، راح يستمتعون. عشان يكون صريح اكثر، راح يستمتعون راح يشوفون هذا الفيلم باذن الله. بالنسبه لكيف تم اختيار الممثلين، الكل طبعا راح ينصدم ان اساسا الممثل محمد عاشور وايضا الممثل فراس القطان تعرفت عليهم تقريبا في بدايه عام 2021 بشكل يعني غريب وبالصدفه. بالنسبة للممثل فراس القطان، أنا بصراحة يعني شفت فيه حب طبعا صناعة الأفلام والإخراج، وما شاء الله عليه فاهم الشيء، يعني عنده حتى يعني أعمال سابقة وكذا، فشفته وتحمس للموضوع. لكن حبيت أيضا أنه يعني لأول مرة أنه يمثل شخصية عبد الله، لأن حسيت أساسا في هذا اللمحة ويعرف يمثل الشخصية اللي تحس أنه فيها غموض، فيها قصة، فيها يعني أول ما تشوفه تحس أنه لا، هذا الشخص في شيء غريب، أبي أعرف إيش قصته، إيش علاقته مع مثلا شخصية مايكل. فلكذا حبيت أن أختار شخصية فراس القطان أن يمثل هذا الدور في الفيلم. بالنسبة للممثل محمد عاشور، تعرفت عليه من أحد المخرجين أيضا بالصدفة في وقت متقارب جدا مع تعرفي للممثل طبعا فراس القطان. فلما تعرفت على الممثل محمد عاشور أصرنا على أنه يقابلني وأنا تحمست للموضوع، كلمني كثير عن موضوع انه يحب يمثل باللغة الانجليزية. فأنا كتبت شخصية مايكل واضفت الاكتات والاحداث اللي تصير والمشاكل والعقبات، وحاولت ان اسوي كونكت ما بين شخصية عبد الله وشخصية مايكل اللي راح يمثلها الممثل محمد عاشور. فتحمست للموضوع وسوينا كاستينج واتكلمت على السيناريو، والممثل محمد عاشور عجبته الفكرة. أول ما بدأت تصوير بالكاميرا انصدمت من أداء الممثل محمد عاشور، يعني ما شاء الله تبارك الله، ومتأكد كثير ناس راح يعجبها تمثيل الممثل أكيد محمد عاشور للمستقبل، يعني خاصة في تمثيل الشخصيات الغربية يعني نتكلم باللغة الإنجليزية. بالنسبة لممثل حمود الشمري، حمود الشمري كثير ممكن الناس يعرفونه من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أن يمثل مشاهد كوميدية في المشاهد يعني منوعة كوميدية درامية من مسلسلات معروفة يعني معي. فحبيت طريقة تمثيله وشفت له مقاطع أن يمثل كمذيع أخباري. فأنا حبيت الموضوع كيف إن إحنا نجيب ممثل من منطقة شوي مختلفة ونحاول ننوع بقدر الإمكان أيضا لهجات. بس بصراحة حبيت التمثيل الممثل حمود الشمري، إنه عنده طريقة وعنده لمحة مختلفة. الممثل حمود الشمري، ليش سويت الفيلم بعمر 14 سنة؟ يعني الكل انتقدني بالبداية كيف إن أنت تبدأ بعمر صغير وما عندك ما عندك الخبرة الكافية، ما عندك الأدوات الكافية، ما عندك يعني طاقم إن أنت تصور فيلم طويل مدته 1.5 ساعة و40 دقيقة، يعني مدة جدا طويلة. بس أنا بسبب حبي لمجال صناعة الأفلام وحبيت التطور اللي يصير في صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية وأساسا بشكل عام في الخليج وفي الوطن العربي بشكل عام الشرق الأوسط، حبيت ان انا شوي استعجل الموضوع واكتب سكريبت واخذ خبره، وخذيت حتى خبره في التمثيل لان انا اساسا مثلت شخصيه نايف في الفيلم. والحمد لله توفرت عندي كل الاشياء، يعني ادوات التصوير وغيرها من الاشياء والممثلين بالصدفه، والحمد لله انهم قدروا
يمثلون الشخصية اللي أنا كانت ببالي. يعني الموضوع ما أخذ كثير من وقتي، لكن اللي يحب شيء يسعى له. فأنا تعبت يعني من عام 2020 تقريبا وأنا أكتب وأطور لين 2021 وأصور ولا الحمد يعني توفقت كثير في هذا العمل. بالنسبة لكيف كانت ردود فعل الجمهور أثناء عرض الفيلم في السينما، طبعا أساسا الفيلم إلى الآن لم تأتي له الفرصة أنه يعني يعرض كامل في مهرجان سينمائي وغيره، لكن تم عرضه في الرحلة الإبداعية لأكاديمية MBC في الخبر، فتم عرضه في السينما لقطات منه. والحمد لله تكلمت يعني عن الفيلم بداية عرض اللقطات، ولما عرضت اللقطات كان في حضور كبير بأشخاص مهمين، يعني لو أعدد الأشخاص ما أخلص، في كثير أشخاص. كان شعور جدا جميل، والحمد لله شفت الكل يعني متحمس وردود أفعال الجمهور. وبعد ما طلعت من القاعة الناس قاعدة تقول لي برافو استمر، وكان كلامهم جدا جدا جميل يعني لما عرضت اللقطات في السينما. ولله الحمد حصلنا على المركز الثالث، فزنا في المركز الثالث في مسابقة مهارات الثقافية، تحديدا مسار صناعة الأفلام، طبعا مسابقة لوزارة الثقافة ووزارة التعليم. فكان هذا يعني شيء جدا مهم. أنا شاركت بعدة مشاركات لقطات وكذا، وتم ترشيح لأن أنا أنتقل للمراحل اللي بعدها. في المرحلة النهائية قررت أن أنا أعيد مونتاج لقطات من الفيلم وأشارك فيها في المرحلة النهائية. الحمد لله حصلت المركز الثالث في مسابقة مهارات الثقافية لوزارة الثقافة والتعليم. الحمد لله كان شعور جدا جميل، وتكريم وتصفيق الناس، وشيء جدا جدا جميل. يسألون الناس إنه إيش يفرق الفيلم عن بقية الأفلام. يعني دائما نسمع أفلام رعب، أو أول فيلم رعب سوري، أو أول فيلم رعب عربي، أو مصطلح أول فيلم يعني يجب أن يحدث في العصر الحالي، لأن أساسا عندنا خاصة في الصناعة أساسا العربية بشكل عام، الأفلام السعودية والأفلام الخليجية تصانيف مختلفة من الأفلام. في موضوع أول فيلم أحس إن إحنا انتهينا منه خلاص. فيلم تميز بأنه مشاهد واقعية، فاند فوتج، أساليب أفلام سابقة عالمية قبل. نشوف عبد الله، نشوف مايكل، هم يحاولون يبحثون، يسوون يفعلون، يعني يحاولون يسوون أي شيء بس عشان يتوصلون لإثباتات. وفي نفس الوقت احنا نشوف قسم من الفيلم مشاهد واقعية، نايف وماجد ويوسف وريان ايش صار لهم بالضبط، وايش صار بالفيديوهات هذه اللي يبحثون عنها، اللي هي الفيديوهات الغامضة. فيديوهات غامضة ما حد يعرف ايش قصتها بالضبط، فهم يبون يعرفون ايش قصتها بالضبط. هذا اللي تميز فيه الفيلم. حبيت ادمج، مش بس يعني كأن احنا قاعدين نشوف فيلمين مش فيلم واحد. الشخص لما يشوف الفيلم يحس لا هذا يعني شوي جو اصحاب، مو بس مشاهد تمثيلية وبس خلاص. فهذه من الأشياء اللي أنا ركزت عليها صراحة. طبعا أكيد الكل يسأل في نهاية المطاف كيف راح نقدر نشوف الفيلم، هل الفيلم راح يستمر عروضه في المسابقات بالمهرجانات كذا. أكيد الفيلم راح يستمر عروضه في المسابقات والمهرجانات، وأكيد في نهاية المطاف راح يعرض الفيلم في منصات البث الرقمي، بحيث الناس في أي وقت وفي أي مكان وفي أي دولة تقدر تشوف الفيلم، تقدر أنها تعيش تجربة الفيلم في أي دولة أيا كانت. طبعا في النهاية حاب أوجه شكر طبعا للأستاذة زينب علي على طبعا تناولها الموضوع، وأنها عطتنا الفرصة إن إحنا نتكلم طبعا عن الفيلم، إني أتكلم وعلى الأسئلة طبعا الجميلة والمميزة بالنسبة للفيلم. وأكيد طبعا حاب أوجه شكر طبعا لصحيفة خليج الديرة على أنها أعطتني الفرصة أن أنا أتكلم عن الفيلم، وأن أنا أذكر عدة نقاط مهمة للفيلم. حاب أوجه شكر طبعا للمخرج السينمائي هاني القطان على وقوفه معانا في بداية الفيلم ومساعدته لنا، أعطانا الفرصة أني أنا أناقشه في مجال صناعة الأفلام وملاحظاته على الفيلم. فشكرا للمخرج طبعا هاني القطان على وقوفه معانا في بداية الفيلم. هذه طبعا أول مرة أن أنا أطلع طبعا صحيفة خليج ديرة وأتكلم، وبإذن الله تعالى ما راح تكون آخر مرة. أكيد أي مستجدات، أي أعمال قادمة مميزة تكون من عندي، أول صحيفة راح أعطيها الأخبار هي صحيفة خليج الديرة. حاب أشكر طبعا الكل على حسن استماعكم. كان معاكم فراس الحساوي، مخرج فيلم الرعب الفيديوهات الغامضة.